السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل من العجينة السحرية، من كوباية من العجينة السحرية 2 لتر من برسيل جل فائق الجودة، بدون زيت، بدون صابون بشر، بدون اي اضافات تانية. هنبدأ على بركة الله. انا بس كده بوريكم الاول الرغوة، شايفين الرغوة عاملة ازاي؟ يا ريت لو عجبك الفيديو تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هنعملها، هنجيب بوله هنحط فيها لتر من الميه، هنحط عليها 3 معالق من النشا يعمل كماده رغويه وماده هتحط مع البطاطس فائقه النظافه والفاعليه. ده بدل التكسبون، ده التكسبون المنزلي اللي بيتعمل في البيت، حاجه كده هوت، حاجه من الاخر يعني. الاول هنجيب 3 معالق نشا هنحطهم في لتر الميه وهنقلبهم كويس، ندوبهم كويس مع بعض عشان نحط عليهم باقي المكونات. لازم يدوبوا الاول مع بعض عشان ما يكتلوش. هنحط نص معلقه من ملح ليمون، كمان هنحط معلقه من كربوناتو او بيكربونات الصوديوم او صودا الخبز، وهنقلب. شايفين التفاعل مع ملح الليمون مع الكربوناتو بيعمل تفاعل ازاي؟ هنقلب كويس، ندوبهم مع بعض كويس، وبعدين هنحط معلقه من الزهره البيضه. دي حبه حاجات كده اهوت يخلوا الغسيل بتاعك ينور. انا كنت عايزه اخش اغسل الستاير، فقلت ايه اعمل حاجه تساعدني مع المسحوق ان هي تخلي لي الستاير بتاعتي تنور، وفعلا خلت لي الستاير تحفه. هنجيب بقى نص كوبايه ميه وهنحط فيها معلقتين من البوتاص وهندوبهم كويس. لازم تدوبيهم كويس، وعشان تعرفي البوتاص بتاعك حلو ولا لا هتمسكي الكوبايه هتلاقيها سخنه قوي. بوتاص اللي هو ديبوشار او حجر تسليك المجاري، هنحطه على خليط النشا. بصوا عمل ازاي، عمل زي جل كده اهوت. هنجيب بقى كوبايه من العجينه السحريه. العجينه السحريه دي حاجه كده اهوت من الاخر. هنقلبها كويس قوي مع خليط النشا. كمان هنحط عليهم كوبايه من كرول الوان، وهتقلبي. كل ما تحطي حاجه هتقلبي كويس. المكونات دي هتخلي لك الغسيل ينور، سواء كان الوان او ابيض. وهنحط كمان كوبايه من اللهم صل على النبي، كوبايه من البرسيل جل. كده المكونات بتاعتنا كلها خلصت. شوف انا كده هجربها لك، اوريك الرغوه بتاعتها بس عامله ازاي، وجربيها في الغسيل بتاعك هينور ان شاء الله ويبقى تحفه. كده خلص الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبك. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.